أكلة بصراحة مهدور حقها ب50 جنيه بس. هتعملي لهم أكلة تكفي البيت كله وتفيد كمان. أهم حاجة الطعم، حرفيا أحلى أكلة وأحلى طعم هتدوقوه. أول حاجة أنا معايا هنا كيلو من الأجنحة، غسلتها بمية بس. بعد كده هنضفها بقى، أشيل الجزء الأخير اللي في الجناح ده عشان ما يتحرقش مني، وهو بيبقى فاضي أصلا ما فيهوش لحم ولا حاجة، فاحنا مش محتاجينه في الوصفة خالص. فهشيله كده، وأي دهن زيادة أو جلد زيادة في الاطراف كده اشيلها، خلي الجناح كده شكله لطيف. هنعملها النهارده بقى بطريقه حلوه جدا، هوريكم الاول هنسويها ازاي، بعد كده نعمل لها صوص في الاخر هيخلي الطعم في حته تانية خالص. طعمها وشكلها بجد رهيب. انا هعمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. انا كنت غسلاها بميه بس، بعد بقى ما نضفتها كويس هنعمل لها محلول النقع. معايا ميه هحط فيها الأجنحة، واحط عليها ملح وخل، كمان لو عندك ليمون حطي ليمون، وحطي قشر الليمون في المية دي يشيل بقى اي زفارة منها. هنسيبها في محلول النقع ده ساعة. بعد كده بقى نعمل لها التتبيلة بتاعتها. معايا علبة زبادي، بابريكا، فلفل اسود، ملح، بهارات فراخ، بصل بودر وتوم بودر، كمان معايا شوية من الزعتر. نحط بقى معلقتين كبار من الزيت، معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص الغامق. اقلب بقى كل ده مع بعض. التتبيلة دي خطيرة، بتخلي طعم الفراخ رهيب. اقلب بقى كل ده مع الاجنحة كويس قوي. انا غسلتها بقى بعد محلول النقع ده، غسلتها مرتين كمان. بعد كده هحطها في التتبيلة. لو عايزين تسيبوها في التتبيلة ساعة سيبوها، انا سويتها على طول، قلبتها كده في التتبيلة شوية، سبتها بس في التتبيلة تقريبا ربع ساعة. بعد كده بقى جبت صاج عليه شبكة، هحط كده في الصاج مية سخنة من تحت. لو عندك ورق فويل برضو حطيه. حطيت بقى مية مغلية، وبعد كده هرص الأجنحة على الشبكة، وهكون مسخنة الفرن. ارص بقى الأجنحة على الشبكة من فوق، وادخلها فرن سخن لحد ما تستوي وتاخد لون. دخلتها بقى الفرن. تعالوا نعمل الصوص اللي احنا هنحطها عليه بعد ما تطلع من الفرن. معايا كاتشب، كاتشب حار او كاتشب عادي زي ما تحبي. لو بتحبوها سبايسي شوية استخدموا كاتشب حار، ممكن كمان تستخدموا هريسة شطة. كمان معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص، و3 معالق من العسل الابيض. اقلب بقى كل ده مع بعض. حطيت كمان معلقة زيت. نقلب بقى كل ده مع بعض. عايزة اقول لكم الصوص ده رهيب، بيخلي طعم الفراخ بجد تحفة. بصوا بقى بعد ما الاجنحة استوت وخدت اللون الحلو ده، عايزة اقول لكم ريحتها قلبة الدنيا وشكلها بجد رهيب. ندهنها بقى بالصوص ده من الوش، وكمان هنقلبها من الوش التاني برضو، نحط عليها الصوص ده، وهندخلها الفرن تاني مفيش 5 دقايق بس وهنطلعها. هتكون واخدة لون تحفة، وهتكون اتشربت بالصوص ده وطعمها خطير.
بصوا بقى بنقلبها برضو من الوش التاني، نعملها بالصوص الخطير ده. دخلتها بقى الفرن تاني 5 دقايق بس، كانت واخدة اللون التحفة ده ومتشربة بالصوص اللي احنا عملناه. بجد طعمها يا جماعة رهيب، لازم تجربوا بنفسكم عشان تحكموا على الطعم. التتبيلة اللي احنا عملناها في الاول كمان الصوص اللي احنا عملناه ده مدي طعم للأجنحة بجد تحفة. وصفة سهلة جدا، طعمها لذيذ قوي، موفرة كمان. ما تنسوش بقى تحطولي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا. لازم تجربوا الاكلة دي، هتعجبكم جدا. جربوها قولي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم. اكتبولي تعليقات قولولي بتتابعوني من انهي بلد، بحب اشوف تعليقاتكم جدا.